ارسنال يا بيه كان مصمم قال اقسم بالله لجوارديولا يقعد في السيتي. يعني ايه تمشي جوارديولا وتجيب ماريسكا يعني؟ الناس اللي بتحب تتفرج على مانشستر سيتي عشان جوارديولا دي، يعني هنعمل فيهم ايه؟ الدوري الانجليزي هيفقد الشغف بتاعه يا بيه، ومش كفايه جون كلوب مشي جابوا لنا ارن سلوت اللي هيمشي برضه. تشابي الونسو جاي، لازم يا باشا نشوف تشابي الونسو قدام جوارديولا. بعد ما كانوا بيلعبوا بعض ريال مدريد والسيتي، يلعبوا ليفربول بقى والسيتي وماتشات باور اللي لازم يا بيه. لازم. مين بقى الجاسوس بقى اللي بيعمل كل ده؟ ارتيتا. ارتيتا لازم يمشي من الواتس. لو ما خدتش بطوله السنه دي ولا دوري الابطال ولا الدوري الانجليزي، وده غالبا اللي هيحصل، يبقى يمشي. اللعيبه دي محتاجه واحد، يعني ايه، تروح الدوري الايطالي كده مساء الخير احنا عايزين انطونيو كونتي بس معلش، عايزين جوزيه مورينيو يا بنفيكا معلش، كده فاهم؟ حد يخش يفشخ العيال دي. انت عملت قوام كويس وعامل لعيبه كويسه، ومحدش طبعا يقدر يقارن ما بين ارسنال قبل ارتيتا وارسنال ده، بس انت مش هتضيف جديد يا ارتيتا خلاص. يعني ما يعني المفروض اللعيبه دي ما يبقى هم اوريدي، انت مش محتاج تضيف لهم حافز عشان ياخدوا الدوري المفروض. بس الجون الاولاني اللي دخل فيك ده يعني، انت شفت بص، سيبك من الاسيست وسيبك حتى يا سيدي من الفينش، الكيروس اللي اتعملت ضربت خط النص والدفاع دي كلها، ولعيب بورنموث اللي عمل العرضيه الكوريبي ده، يعني الكرة خبطت في سليمه وكل حاجه، بس حتى ما كانش واقف اوف سايد. فهو فشخ حرفيا خط الدفاع وخط النص بباص واحد، فشخه، هتاكو من الاخر. طيب جو كده جاب جو وقعد يعمل لك كده، مش عارف ايه بتاع الكلام الحلو ده، والاهل السوري لكاس العالم وكل الكلام الجميل. جبت جون ضربة جزاء وحطيتها، وهي ضربة جزاء ساشا. في فيديو جاي نتكلم عنها. شفت الكرة اللي اتحسبها؟ ما هنشوف، اصبر اصبر بس اصبر، في فيديوهين جايين هنسب وهنلعب بقى عشان هي بقت شخت خالص. طيب، فاتحسبت ضربة جزاء وكل حاجة وجاب جون وكل الكلام الجميل ده، وديفيد رايا ربنا سترها معاه برضه، وحارس بورنموث شال كرة من تحت العارضة محدش ينكر. لكن جون التاني برضه تاني اتفشخ دفاع واتفشخ نص الملعب. انت انت عمق الفريق بتاعك مش موجود. اللي موجود في مين؟ ديكلان رايس بيسيب 100 ملة ان هو دخل النادي ده اصلا ما راحش السيتي. في جابرييل ساليبا، في جابرييل وفي ساليبا، الثلاثة دول ده المفروض يعني دول مفيش زيهم يعني في الفريق المفروض. لا يا باشا، ولا في اي حاجة من الكلام ده. وان، ايه ده؟ ايه ده؟ جون يضحك. الجون التاني ده بالذات جون يضحك. اللعيب خلاص بيقع على الارض يقوم عاملها اللي جاي واليكس ودي يا باشا. ايه ده؟ فحرفيا انت يعني خلاص انت اوريدي غيرت اقسم من الفريق. الناس كلها بتقعد تضحك عليه، اللي فريق كان يقدر ان هو يبقى احسن من اللي هو فيه ده، بس ما بقوش يضحكوا عليه زي الاول. بيضحكوا عليه بس مش زي الاول. فبالتالي انت محتاج بقى مدير فني يجي يعمل لك ابجريد. ابجريد. وفي لعيبه يعني غالبا 70 80% من اللعيبه دي هيفضل قاعد في ارسنال لو في مدير فني جديد جه، لان فيهم لعيبه كويسه كتير. لكن بين وايت ده مش بين وايت، ده سنو وايت يا اسطى. سنو ايس اي حاجه تانية غير ان هو بين وايت اللي كان بيلعب في ارسنال ده مش مستوى. موسكيرا ومارتن زوبيميندي الاثنين ما ينفعوش ان هو يلعبوا في ارسنال تحت قياده ارتيتا تاني. ده على الدغري كده ومن الاخر. طب جيت تقول لي اصل غياب ساكا. يا عم ساكا اصلا قبل ما يغيب ما كانش عامل حاجه اصلا في حياته. يعني هو ده السبب؟ يعني ما كانش عامل حاجه اصلا. ده بيضرب بالشبشب في التدريبات دلوقتي المستوى المنيل ده. توصل ما بعرفش التحم. مارتينيلي بيقعد يجري وعنده مجهود بدني، بس مش لاقي اللي يسيستمه. مش لاقي المدير الفني اللي يسيستمه، مش عارف يسيستمه. هو راح في حته تانية، هو مش معانا. مارتينيلي مش معانا. انا متاكد ان هو بينزل كده احنا خلصنا الماتش هروح الحق بقى على رأي محمد بركات مسلسل فرقة ناجي عطا الله بيجي الساعة 11. يعني فاهم؟ هو خلصت خلاص بقى اتحرقوا الجاز كلكم، انا هروح اعيش حياتي. فهو محتاج مدير فني يعرفه ان انت النجم دلوقتي موجود في الفريق طالما ساكا مش موجود.
بس هو مش مترجم كده، هو دماغه زي ما قلت لك في المعيز والخرفان والمشاريع اللي هيفتحها بعد ما يخلص كورة. هو ده اللي هو بيفكر فيه. لان انت حرفيا اديت للسيتي، اللي هو السيتي لو ما كسبش الدوري الموسم ده هيمشوا جوارديولا. لان انت عندك اصلا الناحيه التانيه يعني السيتي هيلعب تشيلسي، وجوارديولا قال لك اه لو ما كسبناش تشيلسي فمعنى كده ان الدوري خلص. لا انت هتكسب تشيلسي. تشيلسي ما عندوش حاجه اصلا هو يبكي عليها. هي مش هو اصلا المدير الفني بتاعهم ده سينيور ولا محسنيور ولا السينيور. السينيور ده مش هيكمل في الفريق اصلا. هو بيجيبوا الناس يعملوا له عقود كبيره ويقعدوها وبعد كده ما بيكملوش اساسا، يعني ايه، عارفين اللي فيه. متوجعش دماغك، انت كده كده هتكسب. ولو انت بقى يا جوارديولا ما كسبتش هيمشوك، لان انت يعني هتبقى خلاص معايا. مش تكسب دلوقتي الدوري في الظروف دي، وعندك العتاوله اللي في الهجوم دول، انت بتهلك ان حد تاني بيهاجم بجارديل الخصوصي اللي انت بتديهوله اصلا. يا عم